بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي وكل حبايبي؟ بعتذر عن غيابي وده كان لظروف طارئة، كان عندي حالة وفاة بالاضافة لمرض ماما. اسالكم ان انتوا تدعوا لها ان شاء الله بالشفاء، واسال الله ان شاء الله ان يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله، ويفرج الكرب عن كل مكروه. النهارده يا بنات انا حبيت اني اشارككم معايا طقم التيفال. طبعا انا اشتريت مش طقم، انا اشتريت بصراحه بالقطعه، اشتريت 8 حلل. طبعا ال8 حلل من المقاس الصغير، بيبدا من المقاس ده للمقاس الكبير خالص. طبعا انا هوريه لكم في فيديو تاني علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليه. هنا يا بنات طقم التيفال مكون من 5 قطع. الحلل دي حلل نوفيل، هوريكم حله انا فاتحاها ومجهزاها. طبعا الغطا بتاعها ستانلس زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه بس هو ظاهر كل شيء. طبعا الغطا بتاعها ستانلس، هي الماركه بتاعتها نوفيل، مش عارفه ظاهره في الفيديو. نوفيل هنشوفها مع بعض من جوه. ده الغطا بتاعها يا بنات. بس طبعا بتيجي بعد كده لما بتيجي بقى ان انتي تحطيها في المطبخ بتاعك، بتفك المسمار اللي هو من الناحية التانية من الغطا، وبتطلعي المقبض ده وبتربطيه مكانه عادي ماشي. بس طبعا لانها ستانلس يعني ظاهرة كل حاجة، الغطا ستانلس فظاهر كل حاجة. هنا دي الحلة التيفال. طبعا في ناس قالت الحلة اللي هي على شكل خلية نحل بتكون افضل، بس انا بصراحه ما لقيتش منها المقاسات اللي انا كنت عايزاها. طبعا المقاسات الكبيره بتنفع جدا في العزومات والحاجات دي، بتبقى بصراحه فظيعه وروعه. دي الحله طبعا تقيله ماشي. المقبض بتاعها على شكل قلب. وطبعا وريتكم الاسطواني والطاسات عفوا. هنا يا بنات في قلب كده مكتوب عليه النوفيل. هنا طبعا زي ما انتم شايفين فيها لمعه جليتور، مش عارفه اذا كانت ظاهره في الفيديو ولا لا، بس فيها لمعه جليتور حلو خالص. الحلال تقيله وسميكه. طبعا هنا في القعر بتاعها دي الحاجات او دواير دي بتكون هي اللي بتوزع الحراره بشكل ممتاز. مكتوب برضو عليها نوفيل. انا انصح بالحلل دي بصراحه لاني لقيت منها المقاسات اللي انا عايزاها، حلوه جدا وتقيله، بس انت لازم تحافظي عليها عن طريق ان انت ما تستخدميش فيها بقى الحاجات ستانلس او الومنيوم او كده لما تيجي تحركي فيها الاكل، او ما تقطعيش فيها اي نوع من انواع الاكلات خالص. لما تيجي استخدمي حاجات ادوات خشب، معالق خشب او سيليكون، ودي بتكون افيد وافضل شيء. طبعا قبل ما بتستخدمي اي نوع من انواع التيفال او التيفال عامه او النوفيل، طبعا بتستخدمي الاول بتجيبي قطنه، بتحطي فيها حبه زيت وبتمشيها في الحلل او طاسات او الصواني علشان تحافظ على خاصيه عدم الالتصاق. طبعا بالاضافه انك انت ما ينفعش خالص نهائيا ان انت تغسليها بالسلك الستانلس او الالومنيوم، لان ده طبعا بيجرحها. فلازم ان انت تستخدمي سكوتشة او اللي هي السكوتش الخشنه دي، او ان انت بتستخدمي السكوتش البلاستيك اللي هي الخشنه برضو بتكون بلاستيك، او اللي بيكون فيها جانب اسفنج والجانب التاني اخضر خشن كده، ده بتنضف كويس جدا. كمان في حاجه ما ينفعش ان انت تحطي الحله تسيبيها لما تسخن جامد وبعدين تحطي عليها اي ماده دهنيه او اي شيء، لان انت كده ممكن تبوظي الحله بتاعتك وبكل سهوله. لكن انت لازم ان انت تحافظي عليها كويس جدا علشان تقعد معاكي اطول فتره. طبعا والله الحله تقيله جدا وممتازه، الغطا بتاعها ستانلس وتقيل، حلل ممتازه يا بنات والله ممتازه فعلا. دي نوفيل لافلي هيرتس، قلوب محبوبه. دي كانت الحله اللي انا حبيت اني اوريها لكم. طبعا دي المقاس رقم 4 فيهم. انا عندي هنا الحله دي اصغر مقاس اهي زي ما انتم شايفين، برضو الغطا ستانلس ماشي. دي تاني مقاس يا بنات. طبعا دي مقاس دي الاولى مقاس 16 ماشي، عفوا للصوت يا بنات. دي مقاس 18 يا بنات، ودي مقاس 20. الحله دي مقاس 20. اللي وريتها لكم دي تقريبا مقاس 22
الحله اللي شفناها مع بعض دي مقاس 22 يا بنات. وهنا كمان عندي الحله دي دي مقاس 24 بيتهيألي، دي مقاس 24. طبعا انا عندي حلل تاني 26 و28 و30 هوريهولكم ان شاء الله في فيديو تاني. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.